سلام. بما أنه رمضان على الأبواب، اللهم بلغنا رمضان والتمر ضروري برمضان، راح أقدم لكم إياه اليوم بطريقة جديدة على الهبة جديدة أو الترند. راح نحشيها بالكنافة والبستاشيو ونغطيها بالشوكولات. هنا عندي نوع من التمر نظفته زين، الكنافة قطعتها بالمقص، طاوة على النار، زبدة، راح نحمص الكنافة إلى أن يشقر لونها، وبعدين ننزل عليها بزبدة الفستق الحلبي أو البستاشيو، ونضيف لها بعد يعني مجروش الفستق، ونبدي نحشي هذا التمر بالمزيج هذا، وحتى نخليها صحية طبعا راح ناخذ نوع من الشوكولاتة أو النستلة زيرو بطعم الحليب والقهوة وبدون سكر. راح نقطعها ونحطها بماعون على حمام مائي، نذوب النستلة، وبعدين نغطس التمر مالتي بهاي النستلة هالشكل، ونخليها على ورق الزبدة وندخلها الثلاجة بعد ما نرش عليها أيضا مجروش الفستق، وبعدين نعبيها بهاي الحافظات ونحتفظ بها رمضان. نطلعها شوية شوية وما أحكي لكم على الطعم.